اسرائيل خلاص جابت اخرها، مبقتش قادره تستحمل اللي بيتعمل فيها، وقررت انها تلم اللي اتبقى من جنودها وتنسحب من الاراضي اللبنانيه، وده بعد كم الاضرار في الجنود والمعدات، ده غير استهداف حزب الله المساكن في تل ابيب، وهروب اكتر من 4 مليون اسرائيلي للملاجئ تحت الارض، وده طبعا اللي بيدمر اقتصاد الكيان. شوف في كام عامل روح بيته وخد باقي اليوم اجازه بسبب سفرات الانذار، وشوف في كام مصنع وشركه قفلوا، كل دي خسائر بالمليارات لاقتصاد الكيان، ده غير خسائر في الارواح والمعدات من اول ما قرر النتن انه يغزو جنوب لبنان. طب ايه الحكايه؟ وليه نتنياهو قرر المره دي انه يهدي اللعب مع انه كان هو اللي دايما بيصمم على التصعيد؟ وايه اللي هيحصل بعد قرار الانسحاب؟ ده اللي هنلخصه مع بعض النهارده في الخلاصه. خلال الكام ساعة الجايين هنشوف إعلان أمريكي فرنسي مشترك عن وقف إطلاق النار بين الكيان وبين لبنان. الإعلان هيبقى فيه شروط الانسحاب وجدول الزمني لتراجع قوات حزب الله لشمال نهر الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني مكانهم على الحدود مع فلسطين، في مقابل انسحاب كل القوات الإسرائيلية لجنوب لبنان. والقرار ده هتراقب عليه لجنة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وبين فرنسا بجانب قوات الأمم المتحدة اليونيفيل. طب اللي بيحصل ده معناه إيه؟ كده يا صديقي يعني إيران وافقت إنها تتراجع لشمال نهر الليطاني في مقابل إن إسرائيل تخرج خالص بره لبنان، وبكده لأول مرة الجيش اللبناني هيفرض سيطرته بالكامل على الحدود الجنوبية مع فلسطين، عشان اللي كان متولي المسؤولية دي هو حزب الله. طب إيه اللي هيحصل بعد وقوف إطلاق النار؟ حاجات كتير، أولها إن بكده إدارة جو بايدن علمت على ترامب وفوتت عليه فرصة إنه يبقى صانع السلام في لبنان، وإن اللي قدر يقنع الإسرائيليين على الانسحاب هم الجمهوريين بقيادة بايدن. ثانيا هو فشل إسرائيل في تنفيذ مخطط أمريكي خاص بطرد قوات الأمم المتحدة اللي اسمها اليونيفيل واستبدالها بقوات أمريكية، عشان أغلب قوات اليونيفيل دول معظمهم من بريطانيا ومن فرنسا، وأمريكا كانت عايزة تسحب التواجد الأوروبي ده في المنطقة لصالحها. ثالثا هو رجوع الجيش الأمريكي للبنان لأول مرة من أكتر من 40 سنة، وده بعد قرار جورج بوش الابن بانسحاب الجيش الأمريكي سنة 1984. رابعا هو فشل إسرائيل في تنفيذ مخططها وهو الزحف البري والاستيلاء بالكامل على جنوب لبنان وتحويلها لمستوطنات يهودية. النتن كان عايز يحتل جنوب لبنان بالكامل من أول نهر الليطاني لحد العاصمة اللبنانية بيروت، لكن خلينا نكون فاهمين إن النتن فشل في تنفيذ المخطط بتاعه، لكن حقق نجاحات استراتيجية، وكان أولهم هو تصفية قيادات الصف الأول والثاني من حزب الله بجانب قائد الجناح العسكري، وتصفية سلاح الإشارة وشبكة الاتصالات والبنية التحتية واللوجستية لحزب الله، ده بجانب قوة الرضوان والجناح الاقتصادي والمصرفي، أو بمعنى أصح البنك الخاص بحزب الله، وشبكة كاملة من أعمال التجارية في لبنان، وقدر إنه يصفي ضباط الاتصال بين حزب الله وميليشيات إيران في سوريا والعراق. ده غير اكبر انتصاراته وهي تصفيه حسن نصر الله وهاشم صفي الدين. طبعا كل ده كان ليه ثمن كبير، واللي دفعه كان الشعب اللبناني. اكتر من 1.5 مليون نازح ما بين نازح داخلي وخارجي لسوريا والعراق. اغلب المحافظات للبنان تم قصفها، وكل اللي كان بيساعد او يخبي جنود حزب الله في بيته كان بيتعاقب بضربه جويه تنسف بيته. ده غير اضرار تانية كتير عانى منها الشعب اللبناني، زي تفشي الامراض والبطاله وانهيار البنيه التحتيه للدوله وتوقف العمل والدراسه لشهور وتدمير عملتهم اللي هي الليره اللبنانيه. طب اللي حصل ده يعتبر هدنه مؤقته ولا سلام دائم؟ بص يا صديقي، وسائل الإعلام الدولية بدأت تتكلم عن الانسحاب الإسرائيلي وحلته على إنه سلام زائف، وإنه مشروع عمل مؤجل في جنوب لبنان وبيحصل في إطار تدوير للجبهات أو بما يسمى روتيشن، وده بسبب استنزاف قواته. طب الكلام ده معناه إيه؟ يعني ببساطة إسرائيل قواتها في جنوب لبنان استنفذت، فقالت إن هي تسحب قواتها عشان تركز على غزة، وبكده يبقى كثفت هجومها كله في غزة. طب نيجي للسؤال المهم، هل الكيان انتصر وحقق أهدافه اللي حارب عشانها؟ أنا عايز أقول لك إن كل اللي كان بيخطط للنتن لحد دلوقتي فشل على كل الجبهات، ولا نجح في غزة ولا نجح في الضفة ولا نجح في جنوب لبنان، وده ما كانش يقدر يتخيله في أسوأ كوابيسه. حتى كل الفرضيات اللي قامت عليها الحرب باظت منه، لا مصر فتحت الحدود ولا اشتعلت الحرب الإقليمية اللي كانت هتبقى تكرار بالحرف الحرب 67، ولا الاجتياح البري للبنان نجح، ولا كمان التهجير للأردن نجح. يمكن كان أكبر سبب في فشل مخططاته هو فهم الشعوب العربية لكل السيناريوهات اللي دارت، وفهم الدول العربية لكل الأهداف والمخططات، والتنسيق بينهم وبين الجماعات المسلحة سياسيا. عدو زي ده لما بتفهمه وتفهم أساليبه بيبقى مظلول وضعيف، عايز يجر شكلك ومش عارف يجيبها لك منين ولا ازاي. طب السؤال دلوقتي، هو المستقبل مخبلنا ايه؟
الفترة الجاية هيبقى في تركيز شديد على الجبهة الداخلية في غزة، لعل وعسى نقدر نضغط على الفلسطينيين ونخليهم يتهجروا. اصل نتن مش هيهمد وهيفضل يحارب هنا شوية وهنا شوية لحد ما جبهة من اللي بيحارب فيهم تنهار، وده واحد عليه قضية جوه البلد وبره البلد، يعني هيتحبس في كلا الحالتين، فلازم يفضل مخليها ولعة. وهنا نقدر نقول ان الوقت الصعب بدأ خلاص في مصر. نتجهز ونركز ونقف مع دولتنا وجيشنا، لان من المتوقع انك تلاقي 2 مليون فلسطيني على حدودك وقنبله كده طايشه بالغلط على الجدار الحاجز تخليهم خلاص في ارضك وتبقى خلاص دخلت في المعجنه، وده غصب عنك. المستهدف زي ما قلنا ان ترامب يجي يلاقي الموضوع خلصان عشان يجي هو ويليس ويقول لك خلاص معلش بقى وهشوفك بقرشين وخلاص ومشي الدنيا. عشان كده الشهرين الجايين دول النتن هيرجع يشتغل على الجبهات الداخليه تاني، سواء في مصر او لبنان او الاردن، لحد ما تنهار جبهه منهم ويفرض عليها الامر الواقع. محدش ينخدع بوقف اطلاق النار ونخلي السلاح صاحي وكله يتمركز ورا جيشه ودولته بس. تفتكر ان نتنياهو هيقدر يحقق المخطط بتاعه في غزه وده بعد ما فشل يحققه في لبنان؟ مستني رايكم تحت في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك في القناه عشان توصلك الخلاصه. سلام.